هذا البرنامج برعاية النهار بدأ يطلع هو والولد اتأخر. ادي انا جبت الغابة الرومي 20 متر، مش عارف انا افردها هنا ولا افردها فين، مش مشكلة. اميدو الولد بعد يجيب الجمبري اتأخر، الجمبري والعجينة، وجبت لنا حبة دود. انا عارف مش هعرف يجيب حاجة عشان هو اصلا دودة، هو دودة مش عارف. بص ما ريحنيش حاجة تخنق. اميدو ولا اميدو يا عم اميدو انت فين يا ابني؟ جاي لك اهو يا عم. انت كل ده تأخرنا يا عم على اللانش. ايوه جاي لك اهو. جاي له اهو. انت بتعمل ايه؟ بركب السفينه. السفنجة؟ اه اسمها العوامة. يا عم بص هقول لك على حاجه ارميها يعني. استنى دي السناره. سنارة ايه؟ شلت لها السناره، جبت العده بتاعتي. دي سنارة؟ ايوه. تصطاد بقى بطحاش؟ ها؟ بطحوش؟ ايه البحاطيش دي؟ بحطيش كلمنا عربي، اجيب لك سحليتين. عارف ابو كرش؟ يا دوبك ده اخرها، ما تجيبش حاجة اكبر من انت كده. ما تعرفش ده يلا عشان نلحق اللانش، عشان دلوقتي النهار هيطلع علينا وعايزين ناخد الساعة بتاعت الصبح ديت عشان نجيب لنا سمكتين من عند. جبت الجمبري وجبت الحاجه دي لسه صادق. انت عارف ده انا اصطاد بقى ايه؟ دينيس. دينيس؟ امال ايه؟ لسه جايب بقى. هو في دينيس في بحيرة المنزلة؟ يا عم يلا يا عم، يلا يا عم توكل على الله يا عم. انت خلقتني بأمان الله يا عم. يلا يا عم. وصل ايه؟ مسهل يا رب. احنا راكبين اللانش هيوصلنا في 3 ايام ان شاء الله. ده ماشي بالحجاره يا عم. لا ماشي من الميه بتاعت البحيره. احنا دلوقتي في البجوم. مين؟ في البجوم. عارف البشتير؟ مش هرد عليك. طب عارف كمال الناموس؟ مين؟ اللي هو قبل الهدف اللي احنا رايحين. اللي بعده بقى ابن سلام. بقول لك ايه شكلي كده اكلم سمكه وجيت ظبطت لي. سمكه برضه؟ سمكه اللي في البحر يا عبيط. اللي في البحر عبيط. الله يصلح حالك. برضه بأم السناره اللي انت ماسكها ديت وبقابلني لو شمالة حتى ما تحوش. انا اتخنقت منك، خلي في بالك. انا كلمنا عربي، انا ديت بصطاد بيها قروش على طول. انا اتخنقت منك. لسه جايب 4 سحالي. ايه قشطه. سحالي؟ بقول لك ايه، طب يلا روح بقى في الميه. يا لهوي لو سبت الشيء اللي انت عملته ده، انت اللي ازاي ترمي الولد في الميه كده؟ انت مش عارف المكان ده غريق وده يموت. طلعوه يا ناس حد يلحقه. يلا بسرعه الحقوه. ولا همك اللي وقع في الميه ده بيموت؟ خنقني. ازاي ده؟ مش صاحبك ده جاي معاك ولا فين ده؟ تعرفه منين ده؟ صاحبي. طيب وصاحبك تعمل فيه كده ازاي؟ عامل ايه؟ جمبري واتاخر عليا، عمال يرازي فيه وجايب لي حته صناره اخدتها منه عشان يغرق من غيرها. يلا بقى. طب وانت عارف المكان ده ايه اللي انتوا رايحينه ده؟ عارف. طيب احنا هنا لسه نص ساعه اما نوصل للجزيره اللي احنا رايحينها. انت عارف الجزيره دي ايه؟ الجزيره دي مكانها في الجنوب الغربي لبورسعيد والشمال الشرقي لبحيره المنزل. اللي فيها الدنيس. فيها سمك بس ممنوع الصيد هناك. انتوا اساسا اخدين السنانير ودول رايحين تصطادوا هناك؟ لا المكان ده ممنوع الصيد. والله العظيم يا ست هانم البتاع دي انا قلت له دي ما تصطادش بطحوش. عارفه البطحوش؟ لا ما اعرفوش. عارفه ابو كرش؟ اعرفه. هو ده. فكده تقول لي خنقني وهو خانقني من زمان، وانتوا عارفين اللي هو خانقني من زمان. معلش بس يلا. ما رحتوش تصطادوا ليه من بحيره المنزله هناك؟ ايه اللي موديكوا عند الجزيره ديت هناك؟ الجزيره ديت زي ما تقولي انا كنت شفتها على النت. واخد بالك، فتلاقيتها جزيره كده رمله حمرا كده. رمله مصفره. وقال لك هناك فيها سواح واجانب. المكان ده اثري هناك، بيكتشفوا فيها حاجات. في تل اثري، في هناك تل اثري، وفي هناك اساسا مساحتها 8 كيلو متر مربع الجزيره دي، ومعناها باللغه اليونانيه جزيره. اسمها باللغه اليونانيه معناها كلمه جزيره. والجزيره ديت بتتميز بتربتها خصبه جدا. انا والله العظيم يا اختي انا ولا اعرف جزيره وفيها منحدرات ميه طول السنه الصيف والشتاء. انا رايح اصطاد. لا ما المكان ده اسمح لي اخد غصه اصطاد انا مع نفسي وكمل انت مع لا انا عايزك. وقع في الميه هو كمان. عرفتوا احنا كنا فين؟ ما هو الحفره الاخيره وقع فيها، لازم يروح زي ما عمل في ميدو. استنونا الحلقه الجايه. فوازيرنا النهارده بتتكلم عن شارع او مكان او شخصيه تاريخيه.
اللي يعرف اجابه حلقه النهارده بتتكلم عن ايه يبعتها لنا على البيج على الفيسبوك على فنار مصر، وليهم معانا جوائز زي كل سنه. مع تحيات اسره فنار مصر. هذا البرنامج برعاية